يا جماعه واحد ابوه ميت وبتلبسه شرط الكابتنه وبتدخله شوط ضربه جزاء وبيطلعها، انتوا بتضغطوا على البني ادم ليه؟ انت فاكر نفسك بتكرمه؟ انت ما بتكرموش، انت بتضغطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت اول مره ليا اروح ماتش في الاستاد، كان النهائي الكونفدراليه ده الزمالك واتحاد العاصمه، واللي حصل ما كانش هو ده اللي انا اتمناه. خساره نادي الزمالك بضربه الجزاء كان موضوع صعب جدا، وكان ان فكره اول مره تروح الاستاد وتخسر فمش سهله. فانت خلصت الماتش وطلعت عايز تتكلم، عايز تعمل، مش قادر، مفيش كلام. حتى الواحد خلص الماتش وقاعد مفيش كلام راضي يطلع، مفيش اي تعبير، صدمه، سكوت، ذهول. انت بعد ما كرة محمد شحاته ضاعت انت عارف انه خلاص، انت عارف انه مفيش. رحت وقعدت احكي لكم قصه كامله ولا اتفاجئ بالجلادات. انا اصلا كنت في ثالثه شمال، لقيت الجلادات عندي في واصله لغايه الثالثه شمال، من الثالثه يمين هناك للمقصوره معديه بكل حاجه بالاستاد كامل. وكانت مفاجاه بالنسبه لي، ايه ده الاستاد كله. فاصلا فكره ان انت تعمل جلادات بالاستاد كله انا ما عنديش معلومه هي اخر مره حصلت امتى، بس كان موضوع مذهل بالنسبه لي. الاقي في كل فرق بين مدرج وتاني الطرقه البسيطه دي في مجموعه من الشباب اسمهم الوايت نايتس واقفين بيساعدوا الناس في كل حاجه، بيملوا كل الفراغات عشان الدخله لما تيجي تتم. تشجيع بيقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، حتى لو انت فارق من الثالثه يمين هناك بتبعد عنهم، لا هم بيساعدوك، لا احنا هنشجع معاهم هناك عشان الاستاد كله يكون صوته واحد. في ناس تعبت نفخت طلع عين اهلها عشان تعمل منظر حلو او منظر جمالي للجمهور، وده اللي بنعمله في كل ماتش بنخسر. يعني الوايت نايتس دول تعبوا في ماتش الاهلي، عملوا 2 تيفو وخسرنا. الوايت نايتس عملوا في الماتش النهائي بتاع افريقيا تيفو ولا اروع بالاستاد كامل، معرفش اخر مره تم امتى، وخسرنا. ايه الكونسبت في ده؟ انا مش فاهم. يعني يبطلوا شغل عشان ما نخسرش، يبطلوا يجتهدوا، يبطلوا يشجعوا الفريق. طلع عين اللي جابوهم ومفيش. الشباب عملوا كل حاجه ممكن تتعمل. معلش مع احترامي لكل الجماهير اللي في مصر، بلاش اقول افريقيا عشان احنا شفنا جماهير الجزائر معانا ند بند. هل عندنا جماهير في مصر زي جماهير الزمالك؟ هل عندنا مدرج في مصر زي مدرج الزمالك؟ تبص تذكرتي نفختك حرفيا في كل حاجه، وانت بتسجل بقول لك ايه، انت هتيأس. انا واحد حاجز التذكره الساعه 7:30 الصبح وهي نازله من الساعه 9:52 دقيقة بيتهيألي، كانت مبعوت لي المسج على التليجرام انها نزلت، وانا قاعد من ساعتها بحاول لغاية الساعة 7:30 الصبح. صاحبي اتصل عليا الحق ده اشتغلت. ومع ذلك انت مكمل، انت بتحاول، انت مش هتقف. انا هفضل احاول لغاية اما اخش الماتش ده. لعبنا الماتش هوبا ايه في يعني ثالثة شمال، ففي ضربة جزاء الناحية الثانية. طيب حلو، ضربة جزاء في اول الماتش ده سيناريو مرعب. وسواس بقى في دماغي، ضربة جزاء في اول ماتش، هنجيب ضربة جزاء، هندافع، هنقف ورا. ومش عقلية معتمد جمال، دي عقليه اللاعب المصري، دي مالهاش علاقه بمعتمد جمال، دي عقليه اللاعب المصري. احنا كده بجد يا ابني. انت محتاج تكسب هنا 3-0 عشان حتى لو هو جاب فيك جون ما تخسرش. لا احنا جبنا جون فتعادلنا. هو انت كلاعب وجهه نظرك انا عايز اوصل لضربات جزاء؟ انا ما شفتش الماتش في التلفزيون فمش عارف المنظر عامل ازاي في التلفزيون، جايز يكون انضف من القرف اللي انا شفته، من كميه الميس باص، كل واحد عامل لي فيها رونالدو ادم كايد. طب تعمل ايه؟ انت لعبت لك كام ماتش جامد ومن ساعه الكره اللي انت لعبتها بكعبك في العارضه وانت مفيش، اتصبت ورجعت مفيش. ايه اللي بيحصل لما اللعيبه عندنا بتتصاب وبترجع؟ مش فاهم، بيحطوهم في ثقب دودي ولا؟ طب انتوا عارفين ان اللي كان بيخلي اللعيبه تضغط هو ايه؟ الجمهور كله في صوت واحد، اضغط 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 اضغط. الجمهور كله يلا اضغط، غير كده والله ما بيضغط. اما بنقول اضغط كانوا بيضغط، كانوا بينسوا غالبا ان ده ماتش نهائي ولا مش عارف. انت نازل الماتش تعمل ايه ده؟ احنا طلع اللي جابون يا جدع. والله ده انا اكتر واحد صوتي طالع، يعني بعد الماتش انا كده صوتي مش رايح خالص. انا ناس بيتكلم كده، يا الناس ضاعت، الناس اتنفخت، مفيش صوت، الناس تعبت في المدرج، مفيش حد كان شايف قصاده يا جماعه، خلاص كله ضايع، والله العظيم مفيش حد طالع صوته طالع من المدرج كله. انت مخلي 100,000 واحد طالع وشه في الارض. طلعت شيكو بنزا ليه؟ بما ان انت لسه بتلعب على التحولات عشان انت مش عارف تهاجم ولا عارف تضغط. هل انت بتضغط فانت مطلع شيكو بنزا؟ لا انت ما بتضغطش، انت واقف مستنيهم ورا، انت مش عارف تطلع بالكوره، انت ما عندكش اللي يطلعك بالكوره ما عدا عبد الله السعيد الوحيد في الماتش اللي كان قادر يستلم الكوره ويلف ويباظي. عبد الله السعيد الوحيد في الملعب كله كان عنده فيجن للملعب، عارف وقاري وعارف مكان كل واحد فين. هو الوحيد، هو اللي قادر يعمل كده. عبد الله السعيد اللي عنده 41 سنه قدامي عمل سبرنت، جاب لعيب محمد ابراهيم اللي عنده 19 سنه ما قدرش يجيبه. هو ده الوحيد اللي عندنا في الكره المصريه يا جماعه. هو ده الوحيد. النسخه المبسطه من كريستيانو عندنا في الكره المصريه بالنسبه ان واحد
عنده 41 سنه لسه بيلعب احسن من عيل عنده 19 سنه مش قادر يعمل سبرنت. ومع ذلك انا مش بلوم محمد ابراهيم في حاجه. محمد ابراهيم عيل صغير عنده 19 سنه، اجتهد على قد ما يقدر، طلع كرات على قد ما يقدر، بيلعب نهائي وهو واقف على رجله مش خايف. اي نعم في شويه ميس باص، بس كمستوى زي ما بنقول كده اللعيبه الناشئين عندنا في مصر اللي بيبدا سنهم من 21 و22 سنه زي محمد هاني في الاهلي اللي هو لغايه دلوقتي بنقول عليه الناشئ. فلا محمد ابراهيم انت كويس، انت مش وحش. انا ما اعتقدش ان ده مستوى وحش وده مستوى قدام جاي. مش هشيله حاجه عشان تحت الناس اللي بتسخن عشان تغير ومش عارف ايه. النادي يلا يا عم دور ناصر منسي ينزل، يلا يا ابويا نزل ناصر منسي، يلا يا حجوج نزل ناصر منسي. انت دخلت الجزيري بدل ناصر منسي، ما عنديش مشكله دخله. عمل ايه يا جدع؟ شفت الكره اللي جاله قدام الجون عملها بكعبه لورا. مفيش خلاص يا جماعه. الجزيري اخر ماتش لعبه كان في 2020 بيتهيألي ولا مش عارف ايه، كنا بننزله عشان بيجيب جون في الاهلي وما عادش بيعرف يعملها. انا منزله ليه؟ بيعمل ايه؟ يا جدع ده انت شايل اكياس رمل في رجلك وبتجري. انت خلاص يا جماعه. الجزيري خلاص كنت بنزله في ماتش الاهلي يجيب جون ويطلع، ما عادش حتى بيعرف يعملها. نازل يعمل ايه؟ بقالي كام سنه معتمد جمال ما نزلوش. اشمعنى النهارده في النهائي؟ اشمعنى النهارده؟ ما عندك ناصر منسي واقف قدامي في اللاين اللي هم بيسخنوا فيه. انا لا الجزيري بيقول له انا المفروض انا. قال له لا الجزيري. انا متفاهم فكره ان انت كمان تنزل في اخر دقيقه وتفضل عندها. صاحبي كان جنبي بيقول لي فوبيا ان الكوره اللي جابها ناصر منسي في دماغه في العارضه دي هتفضل في دماغي لو احنا خسرنا الماتش. فعلا هي فوبيا، عشان ده الوحيد اللي قدر ان هو يلعب الكره بدماغه. ما بالك بقى لو كنت لعبته محطه زي ما كنت بتلعبه وتطلع عليه اخوان بزيره، ولو شيكو بنزا لسه موجود تطلعه عليه، وهكذا. فرقه سيراميكا كليوباترا اقسم بالله اقوى منها. والله سيراميكا اجمد منها، سيراميكا احسن منها بكتير يا جدعان والله. فرقه بتطلع غلط وبتعمل كميه مس باص مش طبيعيه. مفيش. عملوا عليك تيك توك، اكلوا عليك عيش، عملوا كل حاجه انت تتخيلها تتعمل اتعملت عليك. وانت يا باشا انا على الملعب ايه وبعدين ايه الخطوه؟ فين الهجمه؟ قول لي هجمه عدله الزمالك عملها يا شيخ. قول لي حاجه عدله. فكره ان انت بتدي شاره الكابتنه لشحاته، عملناها في النهائي اللي هناك في الذهاب وحلوه يا جدع، برافو ماشي حلو. ليه تعملها هنا؟ هل شحاته متعود ان هو ياخد شرط الكابتنه ويروح يتكلم مع الحكم؟ احنا في لقطات كتير كنا محتاجين ان حد كابتن يروح يضغط عليك، مفيش. شحاته مفيش، ما عندوش يا جماعه الفكره دي، مش عارف يتكلم مع الحكم. يا جماعه واحد ابوه ميت وبتلبس شرط الكابتنه وبتدخله شوط ضربه جزاء وبيطلعها. انتوا بتضغطوا على البني ادم ليه؟ انت فاكر نفسك بتكرمه؟ انت ما بتكرموش، انت بتضغطه. انت ضامن الماتش ان انت تكسبه هنا فمديله شرط الكابتنه. يا جدع رفعوا الكاس، يعني لو كده رفعوا الكاس ما تدلوش شرط الكابتنه. مش هيقدر كتير على بني ادم اروح اتكلم مع الحكم واشوط ضربه جزاء ووالدي متوافق. صعبه يا جدعان، صعبه. احنا بني ادمين، ما احنا لازم نراعي العقليه البني ادم اللي قصادنا. انت ما بتكلمش مو صلاح، ما بتكلمش عقليه كيفن دي بروين عشان يقدر يفرق بين ده كله. ده لاعب في الدوري المصري، لاعب في الدوري المحلي. ومعلش برضو انا مش عايز اشيل كل حاجه على النفسيات بتاعت شحاته. كان عندنا لعيب اسمه احمد فتوح بيلعب في ماتشات المغرب، بيلعب في ماتشات اسبانيا، بيجي قدام بلديه المحله وبني سويف سمنوط يعمل فيها السفليتي مليتي. انت في ايه يا معلم؟ انت مطبق في انهي حاله امبارح؟ انت زنطيق؟ انت ايه بجد؟ انت مفيش. انا نفسي افهم نوع الصنف ده، صنف ابن لذينه. انت في الماتش ده يا جدع؟ ايه يا جدع ده كل بره. امال ليه كره الشوارع اللي انت بتلعبها قصاد المغرب واسبانيا والحوارات وفتوح وماتشاته وجمدانه واجمد لعيبه يا جدع؟ انا لو من حسام حسن وشفت الماتش ده ما اخدكش. والله ما اخدك. مش انا زملكاوي ما اخدكش. ما انا لو انا حسام حسن ما اخدكش. شفت الماتش ده، شفت الزنا الكروي ده، ما اخدكش. اخدك اعمل بيك ايه؟ فين يا جدع الكوره يا جدع؟ فين يا جدع؟ ده مكانك بقى، ما فيش مبررات. ده الباك الشمال، انت بتلعب باك شمال، حرام عليك بجد. ما ده مش مستوى. ده الفرقه كلها النهارده ما عدا عبد الله السعيد، بزيره برضو ضيع، كله ضيع بامانه. عبد الله السعيد المهدي سليمان جاب اخره يا جدعان، ما كانش بيستهبل يا جدعان.
هو جم وربطوا له رجله في وسط الماتش، قام انا شفته وهو بيفك الرباط وقالها هتحمل على نفسك، هو ما قدرش قلنا عواد وخلاص وهينزل، وهي ما فيهاش نصيب لسبب ان الفرقتين متدربين على ضربات جزاء بامانه. اصل دخلت ايشو تاني واحد دي حاجه كلنا قلقنا منها، بس ان ايشو يحطها كده فده حد متدرب على ضربات جزاء، فخلاص يا معلم انت كده متدرب وانا كده اطمنت، ما عنديش مشكله. ولاعيبه اتحاد العاصمه كلهم نفس الكلام وبيلعبوها حلو جدا، واحنا كنا بنلعبها حلو جدا وبنلعبها تمام، واي لعيب كنا قلقين منه جابها. انت جاي مدخل محمد شحاته، مفيش لعيبه غيره، قال لك محمد ابراهيم غايب في شوف دول مش عارف ايه، ومحمد اسماعيل مش حوارات كده، شاط محمد شحاته ضيع ضغط. انا ما عنديش مبرر ان محمد شحاته ممكن يشوطها بالمنظر ده غير ان هو ضغط بس، يعني ما فيش. اصل انت ليه لعيبه هتشوطها بعيده قوي كده ليه انت مضغوط نفسيا يا جماعه، بني ادم مضغوط نفسيا خلاص، طاقته مفيش طاقه، مفيش تاني. خلاص اقول ايه تاني؟ انت خلاص انت عندك ماتش جاي، ماتش سيراميكا، ما تاخدش حاجه خالص يا تاخد الدوري، ما انت يا مفيش يا تاخد الدوري، خد الدوري. انا المشكله خايف عشان بقول لك الفرقه دي اضعف من سيراميكا يا جماعه، هي فرقه صعبه ما بتعرفش تعمل بيلد اب من ورا وتطلع كده واحده وترحل وتشتغل. احنا شغالين جبنا الجون واقفين ورا، طيب ابدا اطلع بالكوره، ابدا اطلع على بزيره، اطلع على شيكوبانزا، اطلع. لا احنا خلاص استلمنا في نص الملعب، لا انا هلف ابوظ بالجنب، لا انا هلف ابوظ بالجنب الناحيه الثانيه، لا انا هرجع للجون، لا انا في يا عم هي حنة خالتك ما تبوظ يا عم، ما اطلع لقدام، انت خسران حاجه؟ والله انت خسران حاجه؟ والله انا اتقالت لي جمله انا مقتنع بيها جدا، كل الناس كسبانه الا انت اللي بتشجع. يعني بعيدا عن الجمله اللي ابراهيم فايق على طول بيقولها، بس تعالى كده نحسبها، السوبر ماركتات اللي بره الاستاد مستفيدين، الاستاد مستفيد، اللعيبه سواء بتوع الزمالك او اتحاد العاصمه كسبانين، جهاز فني كسبان، اداره على الله ملهاش اي 30 لازمه، كسبان مش فارقين، كله كسبان، المصورين كسبانين، الاعلاميين كسبانين، كله كسبان، الراجل اللي بيبيع اعلام بره كسبان، الراجل اللي داخل بيبيع لب كسبان، كله كسبان. مين الخسران؟ انت الخسران، احنا المشجعين الخسرانين، التيفو العظيم اللي اتعمل ده هو اللي خسران، الشباب بتوع الوايت نايتس هم اللي خسرانين، الجمهور اللي جاي من كل المحافظات وعاملين ترحال وتعبانين هم اللي خسرانين، احنا اللي خسرانين، احنا اللي خسرنا، مفيش حد تاني في المعادله دي خسران غير الجمهور، غير الناس اللي كانت بتدفع من جيبها عشان تسافر. ما ممكن معلش الناس اللي على قدها، الناس جايه بعيلتها وكان ورايا اقسم بالله العظيم طفل ما يتعداش السنه ابوه ملبسه تيشيرت الزمالك وجايبه. يا جماعه احنا غلابه، والله اي حاجه بتفرحنا، احنا غلابه يا جماعه. طفل عنده سنه لابس تيشيرت الزمالك ابوه ملبسه له، عايز يفرح فيه، يفرح بيه، والله يفرح فيه، عايز يفرح بيه، هو هيفرح فيه فعلا لو طلع زملكاوي، هيفرح فيه. في اخر الكلام بقى بالنسبه للاساتذه الاهلاويه، كنت منزل فيديو من الصبح واحنا داخلين المدرجات وهكذا، وهم بقى استنوا بعد الماتش عشان يفرحوا فينا بقى الشماته الحلوه، مش فاهم ليه. سمعنا يا عم الحدوته، سمعك الحدوته وهفضل اسمعك الحدوته وهفضل اقول وهفضل اشجع الزمالك. عارف لو 100 خازوق اخدناه، احنا كلنا اخدنا الخازوق، بس لو 100 خازوق هفضل اشجع الزمالك. عندي حل تاني، عندي اوبشن تاني، هو ده الزمالك يا جدع. ده احنا من سنه كام واحنا بنخسر، بطلنا نشجعه، شتمناه في المدرج. هل النهارده شتمناه في المدرج بعد ما خسرنا؟ ما حصلش. مش احنا عشان احنا عارفين اللي فيها. ما انا مش فاهم برضو سبب ان انت داخل بتتريق وبتعمل، ولا الميت قريبك ولا العروسه سلفتك مثلا، مش فاهم انت بتعمل ايه، لازمتك ايه باشا؟ انا بنص رجل واصل لغايه هنا، انت وصلت لفين؟ انت بص حرفيا لسه شايف صوره انجازات الاهلي بالموسم ده، الفوز على الزمالك 3-0، خساره الزمالك نهائي الكونفدراليه، اخدوا زيزو، الف مبروك، خدته بس.